انا واحد ماشي في امان الله، لا بيا ولا عليا، عادي رايح شغل 8 الصبح، الساعة 12 شكلي اتأخرت شوية، ولقيت واحدة بتتمشى قصادي وجاية عليا وبرقة وذوق بتقول من فضلك أركب للدق منين؟ كانوا أحلى عينين. فجأة اتوترت، قلت لها أنا اسمي فلان، شغال في ميدان لبنان، رايح شغل 8 الصبح، الساعة دلوقتي 12، شكلي اتأخرت، بس انت عيونك حلوة وفرصة سعيدة يعني واتشرف. قالت بتخرف؟ ما هي كانت جاية بتسأل على العنوان، بس أنا بغبائي سمعتها نتعرف. قلت لها أنا آسف طبعا ومشيت، كنسلت الشغل وجري على البيت، وفي عقلي المشهد زي ما كان، الحلوة بتسأل على العنوان وأنا واقف قدامها مبلم فاتح عيني وبقي. لا صحيح كانت جاية بتسأل على الدقي، فنزلت ونطيت في التاكسي وجري على هناك، شارع من نصر المحي الدين للتحرير لمصدع، عمال أسأل في الناس عن واحدة بتضحك الكون يحلو. سألتني الصبح على العنوان وصوتها في ودني بيتعب، وقعت محدش سمع عليا بنظرة عينها اللي بتاكل الجو، مع اني الواد الراسي اللي بيتقل دايما وبيتفتله بلاد. في عز السرحان الناس عمالة تقول لي اسمها ايه، وانا اقول اسمها آية، اسمها سارة، او لا والله انا ما اديكش امارة، بس جميلة، اجمل واحدة بدون مجهود، واحدة من اللي يوفي وعود وتخاف على قلبك وتعيش تهتم، واحدة وجودها في قصة واحد زيي مهم، وكأن اعرفها بقالي سنين. طبعا معرفش يفيدني، وروحت حزين فاكر عينها وبقول فينها. دلوقتي اكيد مثلا في البيت بتجهز نفسها للجامعة، ونعشت سنين عمري بنادي انا هبقى في وادي وهي في وادي، ما تعرفش ان انا موجود في الدنيا ومش سامع. ولقيت فجأة عينيا خانتني وبتنزل اول دمعة، قصة حزينة تحكيها لحد يعيط من كتر الضحك. ما هو مين اللي يحب في واحدة ما يعرفهاش؟ الناس هتشوفك جحش بيقطم جزرك، ما هو برضو الناس دي ما تعرفش الحب بتاع اول نظرة. وفي عز السرحان، في عز ما كنت انا بتخيل عاشق والهان، نازل للمترو بفكر فيها هيجيلي جنان، فجأة ببص لقيتها في وشي، ففضلت مركز فيها وبتأنى، هي والنبي هي دي ملاك ونزل من الجنة. شو كانت اصلا بتنادي عليا بتقول لي استنى، انا عارفة ان انا كنت سخيفة الصبح وانك متضايق واكيد زعلان، فانا عاوزة اتأسف لك من بدري، وبلف وبسأل عنك طول اليوم في ميدان لبنان، في ميدان لبنان.